السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة عنوان الفيديو معانا الزاجل راجل. الزاجل راجل. ناس كتير بتسأل بتقول لي يا أبو هاجر، إيه أفضل حمام بيزق زغاليله؟ إيه أفضل حمام أقدر أعتمد عليه لو أنا هعلى بالمستويات عندي وهبتدي إن أنا أحضن البيض؟ طبعا الزاجل ملك الحمام، لكن في زاجل مستويات قوية اللي هو الزاجل السباقات والكلام من ده، وفي حاجه اسمها الزاجل الشعبي. تمام كده يا جماعه؟ احنا بنتكلم بقى عن الزاجل الشعبي اللي هو الصدر العريض والكلام من ده. دي حاجات كلها الصراحه بتفرق معانا في موضوع الحضان، وطبعا الشرق الواسع والجسم الضخم والحنيه بقى. الزاجل بيتميز بالحنيه يا جماعه. يعني لو حضرتك عاوز حمام تاكل منه او تحضن تحت منه بيض حمام غالي، انا انصحك بالزاجل. الزاجل بقى بجميع اتيابه، يعني الازازي والمفصص والكريزلي والحمري والبديري، كل دول تمام كده. طب لو عاوز تذبح وتاكل زغاليل والدنيا معاك على قد الحال، هات لك جوزين ثلاثه زاجل برضو وهتذبح منهم. ربنا كرمك وجبت لك جوز روماني، جوز كينج، جوز مش عارف ايه، هتحضن بيضهم تحت منهم. فهمت ازاي؟ وهيفرقوا معاك فعلا، هيفرقوا معاك فعلا. وحمام بقى يتميز بالمناعه القويه، يعني هو مناعته قويه، وهو شغله الشاغل ان هو يبيض وياكل زغاليل. تمام. فلو حد عاوز نصيحتي ان هو يجيب حمام يربيه يفرخ منه او ياكل من تحت منه او يحضن تحت منه، يبقى الزاجل راجل.